وعايزين تسالوني ليه وقائع مصريه وليه علي اسماعيل؟ ده السؤال اللي ممكن اتسال انا فيه. انا ممكن اتكلم في الموسيقى، ممكن اتكلم في الهارموني، ممكن اتكلم في البوليفونيه، ممكن اتكلم في الخطوط اللحنيه، ممكن اتكلم في المزج ما بين الاوركسترا. طب اسمح لي اسالك. اتفضل طبعا سيدي وشرفني. لما جيت تعمل وقائع مصريه نعم. وقربت في الاعداد، لان نعم. انت اللي كاتب وانت المخرج، اكتشفت ايه احنا ما نعرفوش في شخص علي اسماعيل؟ انا اكتشفت من الاول، من وانا عندي 5 سنين. ما ده بينك وبين نفسك. هقول لك لكن لما تيجي توثق موضوع تاني عاش معايا بقى في الامانه بقى ما هو عاش معايا ليه بقى؟ كل سنه بنتفرج على عمل قومي جبار رهيب. مطالب الاول كانت قلنا هنبني وده احنا بنينا السد العالي اللي هي حكايه شعب، اسمها كده حكايه شعب. دي اول حاجه كنا بنسمعها في الاذاعه، وبعدين شفناها في التلفزيون اول ما بقى في حاجه اسمها تلفزيون. فبقى بالنسبه لنا بنشوف مين اللي بيغني. قبل كده ما كناش بنشوف عن اطفال. اكتشفنا ان في عملاق ضخم، وواضح انه كان يعني رياضي جدا، واضح انه كان بيلعب العاب رياضيه عاليه جدا او حاجه زي كده، لانه جسمه ما شاء الله كان عملاق. كان لا هو معلش يعني انا بحكي احساساتنا كلنا، مش انا بس، كلنا لان كنا بنحب علي اسماعيل جدا. ليه بنحبه؟ حاجه غريبه جدا، العائلات كلها المصريه كانت كلها بتحبه قوي قوي. على فكره علي اسماعيل لم ينكر في حياته نهائي، لا في عصر عبد الناصر ولا في عصر السادات، لغايه ما توفاه الله يوم 16 يونيو 1974 بعد المعركه ب9 شهور. اخذ تكريم غير عادي، وتحول بيته الى متحف قومي بحضور السادات، وطبعا بسيدنا نبيله قنديل الشاعره العظيمه. وتم تسجيل البيت على انه اللي هي الفيلا اللي قدام المركز الروسي او السوفيتي في الدقي، اتسجل ان ده متحف علي اسماعيل. وكان في كل البارتات بتاعته بالكامل، انا كلها بالكامل وشرايط.